مكنتش أعرف إن أذكار المسلم والأذكار اليومية اللي الإنسان بيقولها ممكن تغير حياته كلها للأفضل، وممكن تخلي حياته كلها مسارها تتغير وتبقى حياة كويسة وجميلة. أعرفكم بنفسي، أنا علي. كنت دايما بحس إن حياتي ناقصة رغم إن أنا كان عندي شغل وأصحاب، لكن في حاجات كتير أوي مكنتش بعرف أوصل ليها. كنت دايما بحس بفراغ من جوه قلبي، هو أنا ليه مش عايش حياتي بشكل طبيعي؟ ومرة كده وأنا قاعد لقيت صاحبي أحمد قاعد مشغول أوي وبيقول كلمات بصوت هادي أوي، كان بيقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. كنت حاسس بفضول، هو أحمد بيقول إيه؟ ورحت وسألته، إيه اللي أنت بتقوله ده يا أحمد؟ فرد عليا وهو بيضحك وبيقولي، دي أذكار يا علي، كلمات بسيطة بس ليها أثر كبير في حياتنا. الذكر ده بيملأ القلب كله سكينة وراحة وطمأنينة، وبيخليك قريب من ربنا دايما. ما كنتش مقتنع بكلامه، كنت دايما بحس بحاجة مختلفة في طريقة أحمد وفي هدوءه، فقررت أجرب. قررت إن أنا أقرأ الأذكار بشكل يومي، فأوقات يعني لما أكون فاضي أو أنا مثلا رايح للشغل أو جاي من الشغل. وفي لحظات وبعد فترة قصيرة اتغيرت حياتي كتير، بدأت أحس إن أنا مطمن أكتر وأقل بالتوتر بكتير. كنت دايما بشعر بالراحة والطمأنينة حتى لما بواجه المشاكل أو الضغوط. الذكر بالنسبة لي بقى شحنة طاقة إيجابية غير طبيعية. وفي يوم من الأيام حسيت إن الدنيا بدأت أسهل، وبقت أسهل من الأول بكتير، وبدأت ألاقي حلول لكل الأزمات اللي بتعرض لها. وبعد مرور أسابيع من المداومة على الذكر وأنا كنت واقف في الشارع، قابلت واحد صاحبي عزيز عليا، كان بعيد عن الحياة الروحية والدينية، يعني مش قريب قوي من ربنا. كان اسمه محمود ده كان بيواجه مشاكل كتير وكان حزين جدا وكان على طول مكتئب. رحت قلتله وانا متأثر جدا بالذكر. محمود قالي حياتي مليانة هموم ومش عارف أبدأ منين. فرديت عليه وقلتله محمود، جرب تذكر الله، جرب تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر بشكل مستمر، هتلاحظ إن في فرق كبير قوي في حياتك. محمود كان متشكك في البداية لكن قرر إن هو يجرب. وبعد أسبوع محمود رجع وقالي ما كنتش مصدق، بس فعلا اللي قلته كان صح، حياتي بقت أهدى والذكر خلاني أركز في النعم اللي عندي مش في همومي. ابتسمت من كل قلبي وقلتله الذكر مش بس كلمات، هو زي نور بيدخل القلب وبيشيل عنك كل همومك. كل لما تذكر ربنا هتلاقي روحك بتبقى أهدى وبتحس إن هي نقية، وفي لحظة معينة هتلاقي نفسك اكتسبت كل الراحة والسكينة، وهتبدأ تشوف النعمة والحياة بشكل مختلف، وهتقدر النعم اللي عندك، وهتبقى حياتك أكتر شكر لله على كل حاجة، على كل نعمه. الذكر بيطمن القلب، الذكر بيساعد على التخلص من القلق والتوتر، وبيخلي الشخص بيشعر بالسلام الداخلي. الذكر بيقوي العلاقة مع الله، كلما زادت مرات الذكر زاد القرب من الله، وده بيزيد من الشعور بالراحة النفسية. الذكر ده بيعينك على مواجهة الصعوبات. لما تكون مداوم على الذكر هتواجه مشاكل الحياة بروح هادية وبأقل تأثير. الذكر بيخليك وبيعلمك تشكر النعم. لما تذكر الله تفتكر النعم اللي عندك، وده بيخليك أكتر شكر للحياة. الذكر ده بيغير الشخص زي ما حصل معايا ومع محمود ومع أصحابنا كلهم.
الذكر ده ممكن يغير حياتك كلها من جوه ويوجهك لطريق أفضل. ونصيحتي الأخيرة ليكوا يا أحبابي إن الذكر مش بس كلمات بتتقال، هي عادة وعبادة بتملأ وبتملي حياتك بالسكينة وبالرضا. لو فكرت إنك تدعي كمان بأسماء الله الحسنى. كان في راجل